السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في الايام اللي احنا فيها، طبعا انتوا عارفين الحر شديد، وزي ما الحر علينا شديد على الطيور يعني بيبقى شد، لان هم ولا عندهم مراوح ولا عندهم تكييفات، فبيبقى عندهم اجهاد حراري شديد في ايام الصيف. فلازم نساعدهم بشوية حاجات كده تخفف موضوع الاجهاد الحراري، وتكون في نفس الوقت كده كأنك اديتيهم كبسولة فيتامينات تنشطهم وتقوي صحتهم، وما شاء الله يعني يبقى صحتهم كويسة. فلو بتربي فراخ البيض تديك البيض رزق من البيض كويس. لو بتربي بط للتسمين، او للفراخ لاحتياجات البيت، او الاكتفاء الذاتي من اللحم في البيت، فهيدوك بإذن الله خير. احنا بمجرد ما بنعتني شوية بالطيور زي ما بتعتني بالأطفال كده، تعتني بالطيور عندك، هتلاقي منهم أحلى خير وأحلى رزق بإذن الرحمن. هنقول لك دلوقتي على فوائد البطيخ أو قشر البطيخ اللي احنا ممكن نقدمه للطيور، وازاي ممكن تستفيدي منه. بس قبل ما نبدأ نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أول حاجة، البطيخ ده يعتبر علاج للجهاد الحراري اللي بيكون عند الطيور في الصيف. الجهاد الحراري ده بيتعب الطيور يعني بيخليهم يتعبوا، فلازم تديهم حاجة تعالج الجهاد الحراري. فقشر البطيخ من الحاجات اللي هتعالج معاك الجهاد الحراري بأول فايدة ليه، ان هو بيعالج الجهاد الحراري عند الطيور. تاني حاجة، ان في مجموعة فيتامينات كأنك بتدي كده بتنشطي الفرخ، بتنشطي صحته عشان يديكي خير حلو. ان انت تديله فيتامينات، لان الفيتامينات بتقوي الفرخ معاكي وبتحفزه على انتاج البيض. ولو انت بتربيه للحم هتلاقي ما شاء الله في تحويل وزن حلو. اولا في املاح معدنيه كتيره، في بروتين، املاح معدنيه مش كتير، وفي بروتين قليل، بس في معادن قويه زي البوتاسيوم، مليان بوتاسيوم، مليان فوسفور، مليان مغنيسيوم، ودي الحاجات بيحتاجها الطيور. في فيتامين جيم، وفيتامين جيم ده من الحاجات اللي بتجدد الدم، فبالتالي طبعا لما بيتجدد دم الطائر بيديكي خير. لو في بيض بيبقى فيه انتاج بيض حلو. كمان بيساعد على ان انت اما يكون صحة الطائر كويسة، بيساعد على تحويل الاوزان اسرع. فاللي عندك اللي انت بتربيه للحم هتلاقي زيادة وزن حلوة. كمان فتح شهية في الصيف ده اللي احنا فيه. طبعا الطيور بتبقى ساعات شهيتها مقفولة وملهاش نفس تاكل من الحر، فالبطيخ من الحاجات اللي بتفتح شهية الطيور. يعني انت حتى لو عطتيها قطعتيه صغنن للفراخ البيضة اللي انت بتربيها للحم، مش شايفاهم مش راضين ياكلوا معاكي، قطعي لهم قشور البطيخ ده، وخاصة القشرة البيضة اللي من جوه صغير، وادهولهم في العلف او ادهولهم كوجبة كده منفردة. هتلاقي ما شاء الله هيفتح شهيتهم، هتلاقيهم يمسكوا في الاكل والعلف تاني، ويزيد وزنهم بسرعة، وان شاء الله تخلصي دورة الفراخ دي بسرعة. فمن الحاجات المفيدة جدا للبطيخ، وهتلاحظوها فتح شهية الطيور. كمان بيساعد في الهضم برضو عشان تساعد على تحويل الوزن بسرعة. البطيخ من الحاجات اللي بتهضم، فأي أكل هياكله الطائر هيهضمه بسرعة، فبالتالي يتحول معاه وزن أو يتحول معاه إنتاج بيض. فدي من الفوائد الرائعة للبطيخ. كمان بيعادل درجة الحرارة زي ما اتفقنا، بيعالج الجهاد الحراري، فبيخلي حرارة جسم الطائر تقل، ما تبقاش عالية، عشان هو فيه كمية مية كتير. انتوا عارفين ان البطيخ فيه سوائل كتير، فده بيخلي حرارة الجسم يعني في الصيف اللي احنا فيه ده معقولة، وبتخفف الجهاد الحراري عند الطيور. كمان ان هو بيقاوم الفطريات في حويصلة الطيور. عارفين ان الحويصلة ساعات بيبقى فيها فطريات بتاعة الطيور، فده مقاوم للفطريات. من الحاجات برضو الحلوة اللي قشر البطيخ، ان هو بيرفع عندك مناعة اي طيور عندك. اي طيور حط لهم قشور البطيخ دي، هترفع مع المناعة، هترفع معاكي مناعة الطيور كلها اللي موجودة عندك. يبقى احنا في حاجات كتير من قشور البطيخ انتوا ممكن ترميها في الزبالة، مع انها تعتبر وجبة حلوة جدا للطيور. هتفيدهم في كذا حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها، وهتعزز معاكي تحويل الوزن، هتحسن صحة الطائر كده وتنعنشه وتخليه كده صحته فريش. هتعالج معاكي الحر اللي احنا الاجهاد الحراري اللي في الحر اللي احنا فيه. فبالتالي كده لما تقدمي قشور البطيخ للطيور
هيشكروكي، يعني هيدعولك، لان انتي فعلا بتخففي عنهم موضوع الاجهاد الحراري وحرارة الصيف اللي احنا فيها. فالمفروض نعامل الطيور يعني روح محتاجة فعلا انها تترتب عليها في ايام الحر والصيف اللي احنا فيه. قدمي لهم البطيخ سواء بطريقتين، لا اما تحطيه زي ما انا حطاه كده اسماه على نصين وسبته لهم هم ينقدوا فيه. هو الفراخ البلدي عموما البيضة هتعرف تنقد فيه وتطلع منه. هتخليهولك كده ما تسيبش غير القشره الرفيعه الخضراء. لا اما تقطعيه بقى انت فاضيه يعني وقادره تقطعي، بقطعيه صغير وقدمه لهم صغير وحطيه. ممكن تحطيه مع الاكل، فانت كده بتوفري في الوجبه، لان انت هتكتر القشور البطيخ دي هتكتر كميه الوجبه اللي عندك او العلف اللي عندك، فانت برضو بتوفري. لا اما تحطيه في وسط النهار كده في الوقت الحر عشان يرطب عليهم. لو انتوا معايا لغايه دلوقتي ما تنسوش اللايك، وان شاء الله تستفيدوا بالفيديو، وما ترموش ابدا قشور البطيخ، ده كنز في البيت هيستفيد بيه كل طيورك وهيدعولك، وفي نفس الوقت يعني ان شاء الله هتلاقي خير عندك من الطيور دي، لان انت بتهتمي بيهم، بتهتمي بصحتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.